وصفتنا النهارده بتروحي تجيبيها من بره بالغالي. ايه هي؟ شامبو الدوف. شامبو الدوف الازازه بقت بالشيء الفلاني. انا النهارده عاملahولك بجوده عاليه وباقل التكلفه. بجد الشامبو رائع وفيه مكونات كلها جميله جدا، مش هتضر شعرك بل هتفيد شعرك. بجد الشامبو ده جميل جدا يا جماعه، بيدي انسيابيه للشعر وبيدي لمعان كمان. شامبو جميل قوي، شامبو لجميع اغراض الشعر. بجد الشامبو تحفه. هتتفرجي عليه وهتتفرجي على المكونات بتاعته، مكونات بسيطة جدا. وهتروحي تجيبيها من باب الشعرية، في ميدان الجيش، أو من أول شارع الخصوص هتلاقي في محلات جملة هناك. كل الحاجات دي بتتباع يا جماعة. تجيبوا بالجرامات وتعملوا أحلى شامبو بأقل التكلفة. مع ماما نونا هتوفري وهتدبري. أنا عاملة لك قد إيه؟ عاملة 15 رتل. بجد أنا بوفر في حاجات كتيرة قوي. يلا بينا نخش نتفرج على الفيديو. وقبل ما تتفرجي على الفيديو صلي على رسول الله. دي المكونات بتاعتنا كلها. المكونات بتاعتنا دي يا جماعه زي ما قلت لكم كده، في باب الشعريه، في ميدان الجيش هتلاقي كل المحلات هناك بتبيع بالجرامات وبالكيلو والربع كيلو. او في اول مدخل الخصوص هتلاقي برضو محلات كتيره قوي. الحاجات دي هقول لك عليها دلوقتي وانا بشتغل. هقول لك بالجرام بالظبط، وهقول لك البي اتش بتاعها هيبقى على كام. بجد الوصفه جميله جميله جميله. اوعي تفوتك واوعي ما تعملهاش. اوعي ما تخشيش تعملي اشتراك وتشتركي في القناه علشان يوصلك مني كل جديد. انا جايبه كده في الطبق ده حوالي 5 كيلو كده او 6 كيلو ميه. وهننزل بقى كده بالتايلوز. 100 جرام تايلوز. هننزل يا جماعة واحدة واحدة. طبعا انتوا عارفين انا ما بجريش بالذات في التايلوز عشان في ناس جديدة بتبقى بتخش تتفرج، فلازم تعرف ان التايلوز ده بينزل ازاي. التايلوز دوت ما بننزلوش نوبة واحدة. لو نزلتيه نوبة واحدة كده هيكلكع معاكي ومش هيفك معاكي. انا برشرش منه كده لحد ما الكمية اللي معايا تخلص. 100 جرام تايلوز. نقلبهم زي ما قلت لك كده واحدة واحدة. انا معاكي علشان في ناس بتخش بتقول لي احنا عرفنا. لا يا جماعة، في ناس كتيرة قوي بتخش تبقى لسه جديدة. وهنحط معلقة صغيرة مبيض من عند العطار. مبيض ده مبيض صحي بيتحط في الرز بلبن. بيتحط في الحاجات اللي بنبقى عايزين لونها يبقى ابيض. انا هعمل لكم النهارده الشامبو ابيض زي شامبو الدوف بالظبط. هنحط بقى ايه تاني؟ هنحط 200 جرام تكسبون. 200 جرام تكسبون. تكسبون ممكن تدوبيه بالليل في رتل ميه او نص رتل ميه، او تفككيه قبل منها بساعه في شويه ميه سخنه بيفكك منك على طول. وبرده احنا لما بنحطه بيفكك مننا على طول. انا هحط كده بقى نص معلقه صغيره ملح ليمون علشان التكسبون يفك معايا بسرعه. نص معلقه ملح ليمون. انا كده هو بس مجمد معايا، فانا هحاول كده اللي انا ايه افككه كده. فهاخد نص معلقه يا جماعه احطها بس علشان التكسبون يفك معايا بسرعه. بصوا حبه قد ايه؟ حبه صغيره قوي، ربع معلقه كبيره او نص معلقه شاي. وهقلب بقى كده كويس لحد ما التكسبون يفكك مني. اعملي حاجتك في قلب البيت، اعملي كل البلسم والشامبو والشاور. الحاجات دي يا جماعه دلوقتي بقت مكلفه بره، بس لما بتعمليها في البيت فعلا بتفرق معاكي كتير قوي في الجوده، وبتفرق معاكي كمان في الميزانيه بتاعت البيت. قلب بقى كويس. اهم حاجه يا جماعه كل ما تحطي حاجه لازم تقلبي كويس. لازم تقلبي كويس. التقليب ثم التقليب. خشي اتفرجي على قناتي فيها حاجات كتيرة قوي. فيها بلسم بالأعشاب، فيها شامبو بالأعشاب، في صابون للمواعين، في صبغات، في كل حاجة هتعجبك في قلب القناة بتاعتي لو دخلتي واتفرجتي عليها. معايا 50 جرام بيبي فور. 50 جرام بيبي فور. اقلب كده كويس. قلتلك كل الحاجات ديت ما تغلبيش، اكتبيها في ورقة وانزلي ميدان الجيش هتجيبيها. ومعايا 35 جرام كيمبرلين. 35 جرام كيمبرلين. 50 جرام بيبي فور و35 جرام كيمبرلين. بنزل كده كل الحاجة اللي موجودة.
اقلب بقى كده قوي قوي. لازم تقلبي جامد. شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ واتفرجي بقى على المنتج كمان لما يخلص معاكي ويبقى في منتهى الجمال، وتلاقي نفسك موفرة ومدبرة. ده 35 جرام بيكو سفن. 35 جرام بيكو سفن دوت يا جماعة منع للتشابك. الشعر ساعات بيبقى ملبك، بيبقى ماسك في بعضه، ده بيدي انسيابية جامدة أوي للشعر. بيخلي شعرك كده وانت بتغسليه، ساعات في شامبوهات كده بتقفش في شعرك وتخلي شعرك كده ناشف. لا، بيجو سيفن ده يا جماعة منع للتشابك بتاع الشعر. مكوناتنا بسيطة، مكوناتنا مش غالية. مكوناتنا هتروح تجيبيها من ميدان الجيش في الباب الشعرية بأقل التكلفة. يعني هتجيبي خامات بسيطة جدا. معايا 50 جرام جريسلين. 50 جرام جريسلين بيدي نعومة أوي 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 للشعر. تقليب بقى كده كويس. هنحط حاجة تاني بقى هتخلي شعرك بقى عارفة 2 في 1. احنا هنخليه 2 في 1. يعني شامبو وحاجة كده كمان ترطب على شعرك وتخلي شعرك ده في منتهى الجمال وناعم ويبقى زي الحرير. هنحط ايه بقى تاني؟ هحط 200 جرام بلسم او حمام كريم. 200 جرام بلسم او حمام كريم. لو عندك حمام كريم حطي، عندك بلسم حطي. بس يا ريت يكون ابيض، علشان بس ايه، يعني احنا مش عايزين اللون يعكر، لا احنا عايزينه دوف زي ما بتجيبيه من بره باللون المصدف الابيض بتاعه الجميل. هقلب بقى كده كويس قوي 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 قوي. انتوا شايفين بقى الرغوه عامله ازاي، وشايفين الكميه لا يعني انا هنقل بقى في طبق اكبر، عشان مش الطبق ده مش هياخد الكميه اللي انا عاملاها. هنا بقى التقليب. هنقل بقى الطبق بتاعي ده عشان اتملى كده على الاخر، فانا هنقله في طبق تاني. بصوا هنا بقى تقل ازاي. يعني هو اصلا بقى مش عايز بقى ملح ولا عايز حاجة ولا كده، بس انا هتقله شوية. هقلب بقى كده كويس، اهم حاجة التقليب. هحط بقى ايه تاني؟ هقيس البي اتش بتاعي يكون هدي، مش في الرغوة، ويكون هدي خالص. البي اتش بتاعي يا جماعة الشامبو بيكون 5. البي اتش بيكون 5. بص هو ما شاء الله يعني مش طالب اي حاجة، هو 5. لان حتى المقادير بالظبط لو انت عملتيه بنفس المقادير بالظبط اقسم بالله ما هتحتاجي حاجة. هحط بقى 20 جرام ريحة الدوف. 20 جرام ريحة الدوف، عشان انا عاملاه شامبو دوف، يعني انا عايزاه كله على بعضه كده يبقى دوف. هحط بقى نص معلقة مصدف في شوية مية، اللي هو بقى التصديفة الجميلة اللي هتبقى في الشامبو بتاعنا. هقلب بقى كده كويس. هقلب بقى كده حلو حلو، يعني كده التقليب المهم. احط ايه تاني بقى؟ هحط بقى، هحط مادة حافظة. هحط بقى كده شوية مادة حافظة يا جماعة. هحط كده حوالي 10 جرام مادة حافظة. بكلور. آه انا حاطة بكلور مادة حافظة. انتي اسألي على المادة الحافظة عندي اي حد برضو، وانتي بتشتري الحاجة بتاعتك، وهاتي برضو ايه حاجة. ده بقى 20 جرام ملح. انا مش هحط ملح كتير. جايبة 20 جرام، ممكن تحطي ملح طعام بس انا كان عندي ملح شامبو. هقلب بقى كده كويس. حطيت 20 جرام 30 جرام، المهم التقل اللي انتي تكون مناسب ليكي وعايزاه. انا كان عندي، ممكن تحطي ملح طعام عادي زي ما قلتلك لو ما عندكيش ملح شامبو. بصوا بقى لف معايا وتقل ازاي وبقى جميل. انا بقى هسيب المنتج ده لما يهدى خالص وما يبقاش فيه رغوة، علشان اعرف ايه اوريلكم الجمال والحلاوة. بصوا بقى المنتج هدي معايا، بصوا بقى الشفافية بتاعته عاملة ازاي، وشايفين الجمال بتاعه. بجد انا عملت الكمية دي كلها بتكفيني وقت كبير بوقت وافي. حاجات كده، منتجات انت شايفاها وعارفاها وحاطة فيها، يعني الحاجات اللي تليق بشعرك.
عارفه انت بتعملي ايه. بجد الوصفه جميله جدا، ولو جربتيها حتى في كيلو الاول، حطي يعني انت عملتي 15 كيلو اهو، قسميهم بقى كيلوهات كده اهو، واعملي كيلو واحد بس الاول وجربيه وشوفيه، والله ما هتندمي. شامبو جميل جدا، شامبو حلو جدا ورائع للشعر، في منتهى الجمال. الريحه بقى جباره، ريحه الدوف الاصلي. المكونات كلها بسيطه، بقولت لك المكونات كلها تعرفي تجيبيها منين. متنسيش تصلي على رسول الله، وتخشي تعملي اشتراك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتشيري الفيديو ليكي ولصحابك ولحبايبك، علشان زي ما انت استفدتي كمان اصحابك وحبايبك يستفادوا. ما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات، عشان ينوبك حسنات وينوبني انا كمان حسنات. شايفين انا عملت ايه؟ وما شاء الله عملت 15 ريتل يعني، مش وكل بقى ما عاوز املى دول. تنسيش تصلي على رسول الله، ما تنسيش تفعل الجرس.